إحنا في سنة 2025، بس دي مش مصر اللي نعرفها. مصر اتقسمت نصين، يوتوبيا مجتمع الأغنياء، جنة معمولة للأقوياء فيها كل حاجة، أكل، جنس، خمور، أمن، مستوردات من بره، كل اللي نفسك فيه. وبره في العشوائيات، الفقراء، الناس اللي اتنسوا، اللي مفيش حكومة بتسأل عليهم، واللي حياتهم ما تفرقش عن حياة الحيوانات. فمصر بقت عبارة عن سور عالي، جوه السور الناس اللي مش محتاجة حد، وبره السور الناس اللي محدش شايفهم. في الرواية البطل ملوش اسم، لأنه مش شايف نفسه محتاج اسم. هو ابن الطبقة العليا، ابن واحد من الناس اللي عندهم نفوذ وسطوة، عايش جوه يوتوبيا، عنده كل حاجة بس زهقان. ويا سلام على الزهق لما يبقى من كتر النعمة، زهقان من الجنس، من الحشيش، من الألعاب، من البنات، من كل حاجة. هو وكل أصحابه بيقضوا وقتهم في الفجر واللذة، بس في لعبة بقت هي اللي بتكسر الملل، رحلات الصيد. والله يطلعوا بره يوتوبيا، يروحوا للعشوائيات، يصطادوا فقير، يعذبوه، يقطعوا منه حتة، مثلا صباعه أو دراعه، ويجيبوه تذكار، كأنهم بيصطادوا غزلان مش بني آدمين. معاه بنت من طبقته، جميلة مغرورة وباردة زي التلج، هي كمان زهقانة، ولما يقترح لها يخرجوا في رحلة صيد توافق فورا. هما مش شايفين الفقراء دول بشر أصلا، شايفينهم كائنات لا تستحق الشفقة، كائنات للمتعة وللعنف. البطل والبنت يجهزوا نفسهم ويخرجوا من بوابات يوتوبيا، بداية مغامرة فيها خطر بس فيها إثارة. أول ما يخرجوا يشوفوا مصر الحقيقية، ريحة العرق، القمامة، العشوائيات، العيال اللي مش لاقيه تاكل، الستات اللي ماشية حافية، الرجالة اللي شكلهم فقدوا الأمل. وده بيخلي البطل لأول مرة يحس بحاجة، بس مش تعاطف، لأ، هو حاسس إنه دخل عالم غريب مرعب ملوش أي علاقة بعالمه. بيشوفوا ولد صغير قاعد لوحده، يفكروا يصطادوه، بس يتفاجئوا إن في شباب طالعين من الضلمة، ويلاقوا نفسهم محاصرين، يتدربوا، يتسحلوا، يتاخدوا أسرة، وتبدأ الرواية تاخدنا في اتجاه تاني خالص. هنا بيظهر جبريل عبد الملاك، شاب من سكان العشوائيات، مثقف، بيقرأ، فاهم، ورافض الوضع. جبريل مش فقير وبس، ده غاضب، ناقم، وعنده حلم بالتغيير. أخوه اتقتل، أمه مريضة، وأبوه اتكسر من الفقر. جبريل شاف الدنيا كلها بتقع حواليه، ومقتنع إن الحل الوحيد هو الثورة، حتى لو بالدم. البطل بقى أسير عند الفقراء، وشاف بنفسه يعني إيه جوع حقيقي، يعني إيه حد يحلم بكوباية مية ساقعة أو رغيف عيش. في لحظة العالم اتقلب، اللي كان صياد بقى فريسة، واللي كان عبد بقى سيد. البطل بيبدأ يشك في نفسه، هو أنا إيه؟ أنا مين؟ أنا ليه كنت بعمل كده؟ لكن السؤال المرعب، هل هو ندمان فعلا ولا بس خايف؟ والأكتر رعبا، هل لو رجع يوتوبيا هيرجع زي ما كان من غير ما نحرق كل حاجة؟ الرواية بتوصلك لنهاية مفتوحة، حزينة وقاسية، بس اللي أكيد مفيش حد بيرجع زي ما خرج. اللي دخل يوتوبيا وخرج منها لازم يتغير. يوتوبيا مش رواية خيال علمي وخلاص، دي تحذير. أحمد خالد توفيق كتبها عشان يقولنا لو الفجوة بين الطبقات فضلت تكبر هيحصل انفجار، لو استمرينا في تجاهل الفقراء هيتحولوا لأعداء، لو خلينا الفساد والسلبية والطمع يسيطروا إحنا اللي بندفن نفسنا بإيدينا. أنا أعرف إنك مش هتصدقني، بس افتكر كلمتي لما تشوف يوتوبيا بعينك. في لحظة بتعدي في حياة كل إنسان بيبقى فيها قدامه اختيارين، إما يكمل زي ما هو أو يتغير للأبد. يوتوبيا مش خيال، يوتوبيا الاحتمال، وإحنا الوحيدين اللي نقدر نمنعه. لو الرواية دي هزت فيك حاجة شاركني في الكومنتات وقولي تحب الحلقة الجاية تبقى عن رواية الشقابيب ولا في ممر الفئران. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نحكي قصص أكتر وندور سوا ورا السطور.